احلى عربيه فول ريحتها جايبانا من اخر الشارع. تعالوا يلا نشوف. سلام عليكم يا حاج، ازي حضرتك؟ اسم حضرتك ايه؟ حاج محمود. بس اتكلم معاك شويه. عندك كام سنه؟ 59. ربنا يدي حضرتك الصحه. اديك يا فندم. ما يبانش عليك. اهو يعني الشقه بقى وكده. عروسه ولا ايه؟ لا شويه كده مكون نفسي. مكون نفسك ده حضرتك قد الدنيا. الله يكرمك. ربنا يديك الصحه وطولة العمر. الحمد لله. عندك ولاد؟ عندي 4. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. بيشتغلوا معاك؟ شغالين معايا هنا. بيساعدوك؟ ربنا يخليهم لك يا رب. حد فيهم بس ما اعترضش وقال لك لا انا عايز اشتغل بره ولا ايه؟ لا كلهم في فوقي. كلهم في دعاء؟ راضيين يعني؟ راضيين عشان مربيهم كويس يعني. ربنا يراضيك. طب قول لي كده يا عم محمود، قول لي الرضا يعني ايه؟ الرضا من عند ربنا سبحانه وتعالى. وانت راضي؟ لما اتعب واعيا ربنا بيشفيني. دي بالدنيا كلها. ده الرضا بالنسبه لك؟ ده الرضا، ده المال، ده الاولاد، ده حياتي الشفاء. طيب قول لي بقى، في ناس ربنا مديلها كل حاجه تمام ومع ذلك مش راضيه، تقول لهم ايه بقى؟ دي الناس دي ربنا مش راضي عليها. عشان هم مش راضيين مش راضيين بالنعمه اللي ربنا مديها لهم. فربنا يعني مش راضي عليهم، بيديهم نعمه وهم رافضينها او مش مقتنعين بيها. انما الفقير بيحس بطعم الحاجه، ولو ربنا غنيه بيحس باحلى حاجه طبعا. طيب انا عايز اسالك سؤال، لو انت رزقك قليل او مثلا اليوم ده ما استفتحتش او كده، بتبقى راضي برضو؟ والله العظيم في نعمه اروح اصلي واقرا قران. طب بالنسبه يعني الولاد بقى وكده، ايه يعني احتياجاتهم وكده، لما مثلا ما بيبقاش عندك فلوس او كده بتعمل ايه لما بتضيق عليك قوي يعني؟ في اخر نص ساعه ربنا بيحدف لي الجباين براضيني. طبعا ربنا كريم. ربنا كريم. لازم اتعشى عشان انام، وربنا ما بينساش حد. طيب بص بقى، احنا بمناسبه ان احنا داخلين على رمضان، عايزه احضر احلى طبق فول من اول التدميس لحد التحويج. اول خالص الفول اللي حصل بيتغسل غسله نظيفه، والقدر بتتغسل غسله نظيفه وبتحط على النار. بعد كده بتجيب المصروف لما يكون داخل على السوا. المصروف ده بتحط بعد ما يكون داخل على السوا عشان ما يتهريش ويتحرق. تمام. بعد كده اخر حاجه بقى بتجيب الرز والعدس. اخر حاجه بقى لما اذا بتتسرب تحط الرز والعدس. اخر حاجه بتتسرب وتحط الحاجه دي. طيب وقول لي بقى الطعميه. المصروف طبعا بيشرب ميته تمام التمام، بتنزليه في الحجر وبيستوي، وبعد كده تحط الملح بتاعه بتحدقيه، وبناخد الحاجه بتاعته بعد كده نقلي طعميه عليها سمسم وبهارات وكزبره الحاجه بتاعتها. طيب بص بقى، بعد اذنك عايزه بقى ايه افطر الناس الحلوه اللي معايا دي كلها، ويلا يا شباب هتاكلوا من ايدي احلى فول واحلى طعميه. يلا استعدوا. طيب بص بقى يا عم محمود، بما ان حضرتك اكرمتنا والسندوتشات الحلوه دي ورضيتنا، ربنا يرضيك زي ما بتراضينا، انا عايزه حضرتك بس تتقبل مني الهديه الجميله دي من SMA1 بالتعاون مع مؤسسه ديارنا للخير. حاجه بسيطه، ورمضان كريم على حضرتك، رمضان مبارك، كل سنه وحضرتك طيب. اتشرفت جدا بحضرتك. السنه الجايه كده باذن الله كده تيجي من حاجات ان شاء الله. انت ربنا يخليك. يلا يا شباب عشان ناكل، يلا.